السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى اكله اقتصاديه وموفره وكلنا بنحبها وكلها قيمه غذائيه جميله قوي. هنعمل مع بعض العجه المصريه. لا، اهم حاجه لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. اول حاجه معانا هنا المكونات بتاعتنا. معانا بصلتين متوسطين متقطعين مكعبات صغيره، ومعانا طماطميتين برضو متقطعين مكعبات صغيره خالص، واتنين فلفل. ولو حابه تحطي فيها فلفل حامي حطي فلفل حامي برضو لو انت بتحبي الحاجه الحاميه. انا كان نفسي والله بس عشان الاولاد بقى ما ينفعش نحط حامي. ومعانا كوبايه الا ربع من الدقيق، عليها معلقه من البيكنج باودر، ومعانا حسبه من البقدونس وحسبه من الكزبره. غسلينهم كويس، وطبعا قاطعين العيدان بتاعتها. احنا مش عايزين العيدان خالص، احنا عايزين الورق بتاعها. بعد نقطع العيدان كويس ونقطعه كده تقطيع صغيره خالص كده، نفرمه خالص. لو حابه تفرمي البصل في الكبه، مش حابه تقطعيه مكعبات صغيره، افرميه. ومعانا البهارات بتاعتنا، معانا ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وسبع بهارات او اي بهارات مشكل عندك وبابريكا. اول حاجه كده نجيب يعني هنجيب الطاسه بتاعتنا، نحط فيها معلقه من السمنه على معلقه من الزيت كده. واول ما تسخن معانا هننزل عليها بالبصل، تفضلي تقلبي في البصل لحد ما يدبل معاكي خالص، يعني يدبل معاكي كده. احنا مش عايزينه ياخد لون كده، هو يدبل معاكي كده وتحسي ان هو داخل يعني اللي هو يبدا بقى يصفر معاكي. هتنزلي عليه بالطماطم برضو، وتفضلي برضو تقلبي فيهم كده، ايدك فيهم باستمرار كده لحد احنا عايزين ندبل الخضار بتاعنا كلته. تنزلي عليهم برضو بالفلفل بتاعك، عندك فلفل الوان حابه تضيفيه تحطي مثلا فلفل احمر واصفر واخضر كده، تحطي الوان مشكل كده من الفلفل تبقى حلوه برضو. وبرضو كده بتزودي وترفعي القيمه الغذائيه بتاعتهم. يعني طبعا الفلفل الالوان دي في قلبه قيمه غذائيه حلوه، في قلبه برضو فيتامين سي وكده. المهم هتنزلي بالخضار بتاعنا اللي هو البصل والطماطم والفلفل، تفضلي تشوحي كده فيهم لحد ما يدبل معاكي خالص. هتنزلي عليهم بالبهارات بتاعتنا اللي احنا قلناهم، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وسبع بهارات وبابريكا او اي بهارات مشكل عندك لو انت مش عندك السبع بهارات. هتقلبيهم بقى كده كويس جدا كده في بعض كده لحد ما تحسي ان هو دبل معاكي خالص، يبقى كده تمام خالص. هتقفلي عليهم البوتاجاز بقى وسيبوهم يبردوا ويهدوا تماما. لازما يبرد معاكي خالص عشان مينفعش تحطيهم وهم سخنين، عشان هيسووا معاكي يسووا معاكي البيض يعني وكده. الخضار دلوقتي بقول لكم ان هو الشبت والكزبره، لو حابه تضيفيهم معاهم وتخليه يدبل مع الخضار دبليهم، بس انا مش هخليهم يدبلوا، انا هحطهم زي ما هم كده صحاح يعني على البيض، مش هدبلهم. حابه انت تحطيهم مع الخضار دول وتقلبهم في بعض لحد ما يدبل برضو تمام. هنا حطيت الاربع بيضات